أيها المسلمون، قال رسول الله: تآخوا بينكم. الله أكبر، الله أكبر. يا بلال، أنا أبا رويمة أو عبد الله بن عبد الرحمن الخثعمي أبشرك بأنه اعتبارا من اليوم فإن قبيلتي هي قبيلتك ونحن أخوان. يا عبد الله. نعم. لقد كنت بالأمس عبدا أسود، واليوم بفضل الإسلام لي رب ونبي كريم، وكذلك أخ مثلك. بلال، يا بلال. يا بلال، الرسول يدعوك يا بلال. يا بلال، الرسول يدعوك، استجب له. يا بلال، أسرع الخطى، إن رسول الله يدعوك. اذهب. يا عمار، ماذا يريد رسول الله من بلال في هذا الوقت؟ لا أعلم، ولكن لا عجب في ذلك، فبلال من المقربين لرسول الله دوما، حتى أنه لم يعد إلى الحبشة. هنيئا لك يا عبد الله على أخيك هذا. لقد منحني الله اليوم بلالا يا عمار، ولا يفرق بيننا سوى الموت. يا بلال، بماذا أوصاك الرسول؟ أوصاني بعمل حسن وصعب، وأرجو الله أن يعينني على إنجازه. يا بلال، ما هذا الذي تصفه بالحسن والصعب؟ أجل قل له وشأنه. يا أسعد، أوليس من حقنا معرفة ما أوصاه به الرسول؟ سيتضح لك الآن. اذهب يا بلال، اذهب ونفذ ما دعاك إليه محمد وعلي. حسنا. أسعد، ماذا يريد أن يفعل بلال؟ يريد أن يؤذن. يؤذن؟ ماذا تقصد؟ الأذان كلمات تشبه الشعر. لقد أوصى النبي عليا بتعليم بلال كلمات الأذان وقد علمه ذلك. ولأن بلالا يملك صوتا شجيا، لذلك طلب منه رسول الله أن يرفعه 5 مرات في اليوم ليقوم المسلمون بأداء الصلاة بعد كل أذان. ولكن يبدو كان مقررا أن ينفخ في المزمار كاليهود أو تدق النواقيس كالنصارى، أليس كذلك؟ نعم، هذا وحي. الأذان شعر حسن أفضل من غيره. إذن لما لا يؤذن؟ إنه حيران. حيران؟ الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ما هذا الصوت؟ أشهد أن لا يبدو أنه يرفع من مسجد محمد. أعلم ذلك يا رجل. أشهد أن لا إله إلا الله. يا هذا، من أين قدمت؟ أتعرف هذا الصوت؟ أجل يا شاس، إنه صوت الأذان. غلام صعد مسجد محمد وأخذ يؤذن لإخبار الناس. لإخبار الناس؟ أجل. حي على الصلاة.
يعقوب تعال هنا. حي على الصلاة. اذهب إلى مسجد المسلمين واستطلع سبب هذا الصياح أو الأذان. اذهب هيا. حسنا. هيا تفرقوا إلى أعمالكم. هيا اذهبوا. لا إله إلا الله. أحسنت يا بلال، أحسنت. طابت أنفاسك يا بلال، لقد سررتني. أحسنت. لساني عاجز عن تقديرك يا بلال، فقد أدهشتني. يا بلال، إنك رجل عظيم ومفخرة لأهالي المدينة. إنكم تمنون علي. أحسنت يا بلال. إنني لست سوى غلام حبسي عتقه الله ورسوله منزلا عليه رحمته والوفاء. أيها المسلمون، استمعوا إلي لأنقل لكم أمرين. والآن استمعوا إليهما. ذهب نفر إلى رسول الله يخبرونه بأن بلالا ينطق الشين سينا في الأذان، فقال لهم إن سين بلال عند الله تعالى شين، وقال لهم انظروا إلى تقواه وصفاء قلبه. والأمر الثاني هو أنه قال لهم الآن وقت الصلاة، اذهبوا وتوضأوا وأقيموا الصلاة، ويجب أن تقيموا الصلاة 5 مرات في اليوم، صباحا وعند الظهر وعصرا والمغرب ووقت العشاء، وذلك حينما تسمعون بلالا يؤذن. أكان ذلك بشكل فرادى أم جماعة في هذا المسجد؟ وهذا فرض من الله تبارك وتعالى. والآن اذهبوا وتوضأوا. لنذهب. يا بلال، إن النبي قد تحدث عنك بإجلال فأسكت أولئك المحتجين. إذن كن واثقا، إنك الأفضل. بل أنتم الأخيار. أما كنت تحمل الطين والحجر والتراب لبناء هذا المسجد؟ وكذلك ابن عوف وأسعد، ألم يحملا إليه الخسب والحصير؟ أو عبد الله، أما جاء بالدلو ممتلئا بالماء؟ وأنا سأني أيضا سأنكم يا قوم. كبر يا بلال. يا بلال، كبر كبر يا بلال، كبر يا بلال، كبر يا بلال، كبر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. قالوا إن على المسلمين أن يدخلوا المسجد للصلاة فور ما يؤذن بلال. وهل سيكررون ذلك كل يوم؟ أجل، وفي اليوم 5 مرات. 5 مرات؟ الويل لنا، الويل لنا، الويل لنا، فهو يشكل خطرا علينا. يشكل خطرا؟ أجل، أقسم بموسى، أقسم بموسى إنه صرخة الإسلام. ولكنهم قالوا سينفخون في المزمار أو يدقون النواقيس كالنصارى. إذن ماذا دهاهم هذه المرة؟ لا أدري. يا شاس، هذه مدينتنا وقد سكنها آباؤنا من قبل، واليوم كيف يمكن لنا أن نرتضي برجل مكي يخلق الفوضى عندنا ليل نهار؟ والآن لا حيلة لنا، إذ إننا في هدنة معهم. في هدنة؟ أجل.
فنحن يهود بني النضير قد عقدنا هدنة مع محمد لنعيش في سلم ووئام. إذن علينا أن نصبر وننتظر المستقبل. اذهبوا. هيا. يعقوب، تعال هنا. تعال يا يعقوب. اذهب واستمر في عملك. السلام عليك يا أبا رافع. وعليك السلام يا بلال. هل حان وقت الأذان؟ أجل، وماذا أنت فاعل؟ أقوم بتنظيف حصائر المسجد وأرشه بماء الورد. أجل، وهو كذلك، فالمسجد يجب أن يعطر. جزاك الله خير الجزاء. وأعطاك الله ما تريد يا بلال. ما أريده هو طول العمر لرسول الله. حان وقت الأذان يا أبا رافع. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ماذا حصل يا شاس؟ لم نهضت؟ لا تسمعين؟ منذ 2 وصوت هذا الغلام الحبشي يؤذيني وباقي اليهود. إنه يحرمنا من النوم ليلا ومن العمل نهارا. يا شاس، لا تؤذي نفسك، بل هدئ من روعك. يجب أن نفكر بحل يا حنا، بحل. فهذا الغلام يصعد سطح المسجد يوميا وينادي بصوته، وينادي بأعلى صوته ويسلبنا الراحة والنوم ليلا. نعم، يسلبنا الراحة والنوم ليلا. وأما عن العمل في السوق يا امرأة، فمنذ 2 هو سوق يثرب يستولي عليها المسلمون. ألا يواصل المسلمون أعمالهم الخاصة؟ وما شأنك أنت بهم يا شاس؟ إنك لا تعلمين. فهم قد استولوا على التجارة في السوق يا حنا. إنهم يبتاعون الذهب والفضة ويتاجرون بهما. إنهم جاءوا بعدد من الفرس وجعلوهم مسلمين، يصنعون الهدوات الفولاذية والسيوف، مما أرغمنا على التخلي عن مهمتنا نحن اليهود. ولكن حينما قدموا إلى يثرب لم يكن لديهم شيء، كانوا مطاردين وقد تركوا أموالهم في مكة. إذن كيف حصلوا على هذه الأموال وكيف ازدهرت تجارتهم؟ إن مسلمي يثرب والأوس والخزرج ساندوهم وأمدوهم بالمال، وما علينا إلا تدبير أمرنا يا حنا. وعليك تنفيذ ذلك بكل حزم ودراية، وإلا يكشفون أمرنا ويستولون على أموالنا ويخرجوننا من المدينة. أعلم ذلك يا حنا. يجب أن نعجل في ذلك، وإلا سنخسر حياتنا. والآن استرح قليلا حتى آتيك بطعام لذيذ. نعم. اذهبي، هيا بسرعة، هيا. يا
أهالي مكة، يا أهالي مكة، يا أهالي مكة، النجدة النجدة. ماذا حصل؟ ماذا بك يا رجل؟ من أين قدمت؟ من عند أبي سفيان. إن قافلة قريش في خطر قرب يثرب. هلموا لمساعدتها، هلموا لمساعدتها. يا ضمضم، ماذا حدث؟ هدئ من روعك حتى نفهم الأمر. لما أراك بهذه الثياب الرثة؟ مولاي أبا الحكم، أنا في هذه الحال وأحمل لك رسالة. رسالة؟ وممن الرسالة؟ من أبي سفيان. من أبي سفيان؟ يبدو أن قافلته هي الآن في طريقها إلى مكة. وهي كذلك يا مولاي، ولكنها يا مولاي بجمالها المحملة بمختلف الأقمشة الثمينة تتعرض الآن للخطر. يا ضمضم، أتقول إن القافلة في خطر؟ من قبل من؟ محمد وأتباعه. محمد؟ وأين؟ في ذفران، بالقرب من يثرب. إنهم ينوون نهب ثرواتكم، ولا أظن أن متاعا سيصلكم منها. الويل لنا. وهكذا أصبح محمد يجرؤ اليوم على مهاجمة قافلة قريش ونهب أمتعتها. أيها القوم، علينا أن نحمل السلاح ونقضي على المسلمين جميعا. لنذهب. تمهل يا أبا الحكم، تمهل قليلا. يا أبا الحكم، وماذا لو كان هذا الخبر كذبا؟ ماذا تقول يا أمية؟ وما معنى الكذب؟ فضمضم لن يجرؤ على الكذب أبدا. حسنا، ولو افترضنا ذلك فأبو سفيان داهية يأتي بالقافلة إلينا بسلام وأمان. والأفضل ألا نتحمل أعباء الحرب يا أبا الحكم ونهلك أنفسنا، هذا أفضل. لا تخف يا أمية، لا تخف. انهض يا قوم، لنذهب ونحمل السلاح. لا، لست بقادر على محاربة محمد. علي أن أفكر مليا كي لا أدخل في هذه الحرب. أجل، علي أن أفكر، وأعلم جيدا أنهم لن يتركوني ولن يرضوا إلا بقتلي. ها يا أمية، ماذا بك؟ لما أنت جالس؟ ماذا تريدني أن أفعل يا أبا الحكم؟ ماذا تفعل؟ قم واحمل السلاح لمحاربة محمد وأتباعه. يا أبا الحكم، إنك أدرى بما أتوخاه، وهو هزيمة محمد وأتباعه، ولكن لا أعرف سببا لقلقي هذا، فالخوف الذي أخذ ينتابني الآن قد زادني قلقا. كفاك يا أمية. ألا تعلم أن تنصلك من الحرب مع محمد ماذا سيؤدي؟ سيؤدي إلى تشتت الجيش وهزيمة وانكسار قبيلة قريش. انهض يا أمية، انهض. فغيابك عن الجيش ليس لصالحنا يا أمية. دعني وشأني، دعني وشأني يا أبا الحكم، فلدي الكثير من المال والعبيد، سأبعث إليك بكل ما تطلب. أرضيت؟ والآن كف عني أرجوك. المال والغلمان لهما شأن خاص. عليك أن تشارك في الحرب بنفسك.
لا أقدر. لا أستطيع أن أفعل ذلك. إنني أخشى الحرب. لا أقدر. ما هذا الذي تتحدث عنه يا أمية؟ الخوف عار للمحاربين الأبطال يا أمية. لا سيما الحرب مع جماعة تفتقد لأبسط سلاح. سنقضي على محمد خلال يوم واحد. يا أمية، أسرع أسرع واحمل سلاحك. اسمع يا أبا الحكم، اسمع. دعني أكشف لك الحقيقة كاملة. الحقيقة؟ أجل. أية حقيقة؟ لقد سمعت مرات أن محمدا يقول إن أمية يقتل في الحرب ضد المسلمين، وأخشى أن تكون هذه الحرب تلك التي قال عنها محمد. والآن دعني وشاني. أمية، محمد قال عني أيضا أنني سأقتل في الحرب معه، ولكن يا ترى كيف تصدق من تسميه بساحر وكذاب؟ يا أبا الحكم، من ننعته بالساحر والكذاب فهو لغيرنا، إذ إننا نعرفه جيدا، فمحمد صادق وأمين. لا 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 لا، واليوم لم يتغير شيء أبدا. إنه يسميني بأبي جهل، فهل هو بصادق؟ دعني وشاني يا رجل، دعني. يا أمية، أتعلم إن لم تشارك في هذه الحرب ماذا سيحدث؟ فجيش مكة لن يقاتل، وأنت تفقد شأنك. حسنا حسنا، أنا لست بآت، وأنتم لا تذهبوا. لا تذهبوا أيضا. إن قافلتنا في خطر، ورجال قريش يؤكدون على الحرب مع محمد، في حين أنك تعارض ذلك. يا أمية، لدي طلب عندك، إن تلبيه يا أمية فإنني أرحل عنك وأتركك. يا أبا الحكم، ما هو هذا الطلب؟ إنه يسير جدا. يسير جدا؟ ما هو إذن؟ قل لي ما هو. أن تذهب الليلة وتأخذ المكحلة من زوجتك وتكتحل وتحمر وجنتيك حتى تمحو اسمك من سجل رجال وفنادق مكة. ها، لنذهب. يا أبا الحكم، تمهل. لقد مزقتني بكلامك هذا يا أبا الحكم، فما علي إلا أن أفدي نفسي لقريش. أنا ذاهب لأرتدي زي الحرب وأحمل السلاح وأطلب من ولد عدي ليهيئ نفسه لمحاربة أتباع محمد حتى آخر قطرة من دمائنا. أحسنت يا أمية. إذن أسرع أسرع، لنذهب. أسمعتما ما أوصانا به الرسول؟
علينا أن نتحرك في صباح الغد. أنت يا أسعد أخبر الأنصار بذلك. نعم. وأنت يا عمار اذهب إلى حمزة وأبلغه ما أوصانا به الرسول، وقم بتسليم علي راية ومعاذ راية أخرى. اذهبا فأذان الصبح قريب. اذهبا. حسنا. اذهبا. السلام عليك. وعليك السلام يا بلال. أتسحب سيفك؟ أجل. اسحده لقطع رأس أبي جهل. أبي جهل؟ أجل، ولا ترضى بأقل منه. انهض انهض فصلاة الصبح تقترب. انهض. حسنا. في أمان الله. بلال، هذا زيتون لذيذ، خذه معك. جزاك الله خيرا. السلام عليكما. وعليك السلام يا بلال. ماذا تفعلان؟ نحوك حبلا يا بلال. حبلا؟ أجل، من وبر المعز. نستخدمه في الحرب. يمكن لنا أن نثقه بوتد ونسقط به خيول الكفار. ويمكن أن نشد به رقاب المشركين ونجرهم وراءنا. هناك أعمال أخرى ننفذها بهذا الحبل يا بلال. حوك حبلا آخر وأعطياني إياه. حبلا آخر؟ أجل، كي أضعه في عنق أمية. أتريد القضاء عليه حيا؟ لا، بل أريد أن أقتله. انهضا انهضا فالأذان قريب. انهضا. حسنا يا بلال، أذن بنا ونحن مستعدون للصلاة. حسنا. ما الذي حدث؟ ترى ما هذه الفوضى؟ تمهلا. ما هذه الفوضى التي افتعلتموها هذا الفجر؟ يا بلال، هذان الرجلان كانا يتجسسان لقريش. هذان؟ وأين كانا؟ كانا يسرقان الماء من أبار بدر. في هذا الوقت؟ أجل. ماذا فعل غير ذلك؟ كانا يحصلان على الأخبار بصورة سرية. إنهما يتجسسان لصالح قريش. خذوهما إلى خيمة رسول الله ليبت في أمرهما بنفسه. خذوهما. هيا تحرك. هيا تحرك. يا بلال، تعال واشرب قدحا من اللبن. حسنا يا مولاتي. السلام عليكن. وعليكم السلام. يا مولاتي، في هذا الفجر هل أطعمت الآخرين من أفراد الجيش؟ لقد حان لنا وقته. يا أخوات، قمنا وأعددنا الطعام للمقاتلين. هيا انهض. جزاكن الله خيرا. يا بلال، من أخبر المكيين بالأمر حتى نراهم قادمين للحرب؟ أبو سفيان. أبو سفيان؟ أجل، وما إن علم بنيتنا مهاجمة قافلة قريش حتى بعث رسولا يخبر المكيين بذلك. وهو اليوم يتخذ سبيلا آخر كي لا يدخل الحرب. أجل،
إنه رجل داهية. هل الجميع يطلب الحرب؟ أجل، إن القرار اتخذ بالشورى. حينما كنا في يثرب دخل النبي مع زعماء المهاجرين والأنصار في الشورى، واتفق الجميع على ضرورة هذه الحرب سوى نفر قليل. سمعت أن مقدادا قد تحدث بحرارة في الشورى. أجل يا مولاتي، ليتني كنت مكانه، لتحدثت على نحو يسعد قلب رسول الله. واعلما أن حرب غد واقعة لا محالة. يا مولاتي، كان الأفضل لك أن تبقي في المدينة. لا يمكن ذلك، فنحن من الأعوان منذ سنين طوال ونحن إلى جانب الرسول وأتباعه، فكيف لنا اليوم أن نترك محمدا وحيدا؟ نحن في الحرب نقوم بتضميد الجرحى وإطعامهم. الرسول هو الذي سمح لنا بذلك. أعلم ذلك، أرجو الله أن يعينكما. هات قدحك. لقد ارتويت. لا بأس بقدح آخر. يا مولاتي، إلى أين تذهبين؟ إلى خيمة رسول الله محمد لأقدم له الطعام. مولاتي، أخبريني، هل رأيت رسول الله يأكل نوعين من الطعام في وجبة واحدة؟ صدقت يا بلال، لم أرى ذلك. لقد تركت واحدا، الأفضل أن أقدم له قدحا من اللبن ورغيف خبز. مولاتي، قولي لرسول الله الصلاة يا رسول الله، لقد حان وقت الصلاة والأذان. حسنا حسنا. يا حنا، لقد انتهى الليل ولم يأتي يعقوب بعد. سيأتي، بيننا وبين بدر طريق طويل. أجل، لكنه ذهب راكبا، يجب أن يكون قد وصل الآن. يقال أن أعوان محمد يتناوبون الحراسة على أبواب يثرب ويشرفون على كل رواح ومجيء، وبذلك ربما يلقى القبض عليه. لا أظن ذلك، إنني أعرف جيدا الخرائب الواقعة أطراف يثرب، فأكدت له على إحداها كي يتخذها طريقا له للذهاب إلى هناك. لا شك أنه سيحمل خبرا سارا. منذ زمان يسلبنا المسلمون السرور. هؤلاء الذين يدعون عبادة الله لا شك أنهم قد غيروا قبلة صلواتهم عن قبلتنا. تعني أنهم تخلوا عن بيت المقدس؟ نعم نعم. واليوم إلى أي وجهة يصلون؟ صوب الكعبة في مكة، ويقولون إن النبي آدم هو الذي قد بناها، وإبراهيم الخليل قام بإعمارها واتخذها بيتا لله، ويقولون الأجدر أن يصلى نحوها إذ إنه وحي نزل على محمد. وهكذا فإن اليهود قد أبعدوا محمدا عنهم. أجل،
أجل. إذا يا شاس، نحن اليهود مذنبون ونلقي أنفسنا في التهلكة. وكيف؟ لقد سمعتهم مرارا يقولون لمحمد: إن كنت أنت على دين جديد فلم لا تتوجه نحو قبلة ثابتة؟ لذلك اضطر لتغيير قبلته. أجل، صحيح، ولكن أرجو القضاء عليهم غدا للخلاص من شرهم. شاس، إنها أصوات حوافر حصان. نعم. ليفتح أحدكم الباب، ليفتح أحدكم الباب. حنة، القادم هو يعقوب. تحية لك يا شاس، تحية لك. مرحبا. ما الخبر وما هي أخبارك عن حرب محمد وقريش؟ أخبار سارة. قل ليطمئن قلبي. اليوم تبدأ الحرب بين قريش ومحمد، ولا ريب أن المسلمين سيهزمون يا سيدي، وربما لا يبقى منهم أحد أبدا. حتى محمد؟ نعم، حتى محمد. لقد أسررتني يا يعقوب. علمت كم هو عدد أفراد جيش قريش وعدد أفراد جيش محمد؟ أجل، المقاتلون القرشيون هم 1000، يحملون السيوف والسهام والرماح، ولهم 700 من الجمال، بينما المسلمون لا يملكون شيئا. لا يملكون شيئا؟ لا، ولكن لديهم 9 جياد و70 بعيرا، إذن سيقتلون جميعا. لقد أسررتني يا يعقوب. اذهب وكن مرتاحا. يعقوب، لك عندي كيس من الذهب. اذهب مع السلامة. اذهب. إذن سينتهي محمد وإلى الأبد. مع السلامة يا يعقوب، مع السلامة، سأراك اليوم. إن السماء دامية اليوم. الويل للمسلمين. يا حنة، لما أراك واقفة؟ هات فطورا لذيذا نتناوله ونحتفل يا حنة. هيا. لقد انتهى أمر محمد. أيها المسلمون، اسمعوا، يقول الرسول: لاحقوا أفراد قريش من هناك ولا تقتلوا الأسرى. اذهبوا. أيها المسلمون، اسمعوا. أيها المسلمون، يقول رسول الله: حافظوا على الغنائم وخذوا ما تبقى من الإبل والجياد إلى المخيم وارشفوها. أيها المسلمون، أيها المسلمون، يقول رسول الله: اجمعوا القتلى من مشركي قريش وادفنوهم في مكان خاص. وقد سمعتم رسول الله قبل لحظات وهو يخاطب هؤلاء المشركين بالقول: لقد كنتم سر المقربين لي أنا محمد رسول الله. لقد كذبتموني وقد صدقني الناس، وأخرجتموني من داري وأهلي وآواني الناس، ولقد حاربتموني وقد نصرني الناس.
وأخيرا خاطبهم بقوله: والآن أيها القرشيون لقد وجدتم اليوم ما وعده الله حقا، إذن اجمعوا قتل المشركين في مكان خاص، وضعوا شهداء بدر المسلمين في جانب آخر ليصلي عليهم رسول الله محمد. سنواريهم الثرى ليرحمهم الله. اذهبوا ونفذوا ما طلبته منكم. إنه عبد الرحمن. أجل، فنعرف إنه ابن عوف يجمع الغنائم. يا عدي ربما يستطيع إنقاذنا. هذا؟ أجل، إنه كان في مكة شابا ومن المقربين لي. الأفضل أن نخبره بالأمر ونغريه ببعض المال كي ينقذنا من هذه الورطة. لا أظن ذلك، فقد أوقعنا أنفسنا في التهلكة. أما رأيت كيف قتلوا شعبة وعتبة وأبا الحكام؟ فهم متعطشون لدمائنا. حسنا، إن أردت أنت فابقى هنا، وإن بقيت حيا فاهرب عندما يحل. لا، لن أتركك وحيدا مهما شاءت الظروف. إذن يجب أن نسلم أمرنا إليه. حسنا، افعل ما شئت. يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، يا عبد الرحمن، أنا أمية. أمية، هذا أنت؟ أجل. أما زلت حيا؟ أجل، أنقذنا يا عبد الرحمن، أنقذنا. لا يمكن ذلك. نحن أصدقاء، نسيت ذلك يا ابن عوف؟ أعلم، ولكن اليوم حرب. يا عبد الرحمن، نحن أعز لديك من هذه السيوف والدروع. حاول أن تأسرنا وتخرجنا من هنا، وإن بقيت حيا فسأمنحك أكياسا من الذهب مقابل إنقاذي أنا وابني عدي. حسنا. تعال لأوثقكما. أتوثقنا يا ابن عوف؟ نعم، لا بد من ذلك. هيا. ألديك أسرى يا ابن عوف؟ أجل. أجل، فهذان أسيران، ولكنهما من زعماء مكة. إذن أنت حي يا أمية، وذاك هو عدي ولدك. نحن أسرى عند عبد الرحمن. تنحى جانبا يا ابن عوف، علينا أن نقتله. لماذا؟ لماذا؟ إنه أمية زعيم الكفر والضلال. أقسم بالله يا أمية إنني لن أموت ما لم أرك مقتولا. أتقتل الأسير يا بلال؟ إن هذا يختلف عن بقية الأسرى يا أسعد. يا قوم، إنه أمية رأس الفتنة في معركة بدر. إنه لا يضمر للإسلام سوى القضاء عليه، ولو أنكم تركتموه وسأنه فإنه لدى عودته إلى مكة سيهم مرة أخرى بإعداد قواته، وليس لديه شيء أحلى وأعذب من موتنا. إن هذا الظالم كان يعذبني يوميا بالنار والحديد، ما زالت آثار تعذيبه باقية على ظهري. واليوم يا أصحابي لا من أجلي بل من أجل الإسلام الحنيف يجب أن لا يبقى حيا هذا الكافر، يجب أن يقتل. الله أكبر، 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 الله خذوهما وألقوهما في تلك البئر. إذن أين الدروع والسيوف يا أسعد؟
السيوف والدروع؟ نعم، فتلك كانت غنائمي. ربما أخذها القوم. يبدو أنه كذلك، ليعن الله بلال.